السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندسة منار من المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون للأدوية البيطرية وأدوية العلف السائل. هنقدم لحضراتكم سلسلة فيديوهات هنعرف فيها يعني إيه تهوية، واللي تعتبر من أساسيات الرعاية لأي دورة تربية. وهنبدأ مع بعض بأول حاجة هنعرفها عن التهوية، هي إزاي أحسب التهوية المظبوطة للعنبر بتاعي. أفضل نظام لحساب التهوية في العنبر هو النظام اللي بيعتمد على الحرارة الخارجية وكمية اللحم في العنبر. هناخد مثال مع بعض. لو عندنا عنبر فيه 5000 طائر في بداية التحضير، هنحسب على وزن الكتكوت الواحد 100 جرام، وده لأن في بداية التحضير بيكون فيه احتراق عالي للأكسجين. إذا كمية اللحم بتساوي 5000 في 100 جرام ب500 كيلو، وكانت وقتها الحرارة الخارجية 30 درجة مئوية. واحتياج الكيلو اللحم الواحد من الهواء، الحرارة الخارجية مقسومة على 4، يعني 30 على 4 ب7.5 متر مكعب هواء في الساعة لكل كيلو لحم. إذا احتياج العنبر من الهواء في بداية التحضير هيساوي 500 في 7.5، هيساوي 3750 متر مكعب هواء في الساعة. إذا محتاجين شفاط في الوقت ده لا تقل ثلث قدرته عن 3750 متر مكعب في الساعة. يعني كده المناسب في الموضوع ده هو شفاط المتر في متر اللي قدرته ب15,000 متر مكعب في الساعة. أما 80 في 80 قدرته 10,000 متر مكعب في الساعة، وال60 في 60 قدرته 5000 متر مكعب في الساعة، وال140 في 140 قدرته 36,000 متر مكعب في الساعة. ولو قسمنا 3750 على 15,000 هيساوي 25%. يعني الشفاط لو هيشتغل في أي وقت هتحتاج منه 25% بس من قدرته في الساعة. إزاي بقى أظبطها مع التايمر؟ من عمر يوم ل10 أو 11 يوم، كل 300 ثانية أون وأوف. من عمر 12 أو 13 ل20 يوم، كل 180 ثانية أون وأوف. من عمر 20 لآخر الدورة، كل 120 ثانية أون وأوف. وبما إن مثالنا في بداية التحضير، هنقول 300 في 25% هيساوي 75 ثانية أوف. يعني كل 300 ثانية منهم 75 ثانية أون و225 ثانية أوف. وده بيختلف حسب العلامات اللي بنشوفها في العنبر، واللي هنعرفها مع بعض في الجزء القادم إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واستنونا في الجزء القادم عشان نعرف أكتر عن التهوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.